سلام الاحباب، معكم ليدي ليكسوزو. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه جيده. جيسبر كو فوز الي توسي توت بيان. اليوم حبيت نشارك معكم هاد لا روسيت تاع لا فيوند بواحد لا ماريناد تجي بزاف بنينه مع واحد لا كريم تاع البرتقال. تجيكم واحد البنه خطيره مع بطاطا مقرمشه بواحد التتبيله ما نحكي لكمش عليها، ونعطي لكم السر كيفاش تجيكم البطاطا تاعكم كروستيون كي تجيو تقليوها. تبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير. يلا نبداو في تحضير الوصفه على بركه الله. نبداو بلا ماريناد. هي الاولى عندي مغرف صغيره تاع الكركم، عندي مغرف صغيره نتاع فلفل الكحل، عندي عصير تاع نص حبه تاع الليمون، نضيف حوالي 4 مغارف كبار والباقي نخليه للجيه نحتاجو من بعد في لا غوسيت. ومن بعد نضيف 3 سينات تاع الثوم قطعتهم رقيق، ونضيف ملعقه صغيره تاع لاموطارد، ونضيف الملح كما راكم تشوفوا، الملح على حسب الذوق. جربوا هاد لا ماريناد بزاف بنينه ولا فيوند تاعكم تجيكم طريه. جربوا هاد لا ماريناد راح تعجبكم بزاف. انا عندي لا فيوند تاعي، شوفوا كيفاش قطعتها. نحطهم مباشره في لا ماريناد. ونخلط كلش مليح كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نخلي لا فيوند تاعي ماكسيموم في لو فريجيدير ساعه على الاقل او نصف ساعه باش تشرب هذيك البنه تاع لا ماريناد، ونرجع لكم فيما بعد. قيله على النار تسخن، ضفت لها شويه تاع الزيت حوالي 4 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. كي نشوفوا المقله سخنت نضيف اللحم تاعي، ومن بعد نخلي اللحم تاعي يطيب ويتقلى من الجهه. بعد ما يتقلى لي اللحم كيما راكم تشوفوا نقلبوا للجهه الثانيه، نخليو اللحم تاعنا يطيب 2 دقائق من كل جهه. من بعد نعاود نقلب اللحم تاعي للجهه الثانيه، ونخلي اللحم تاعي يطيب حتى يحمر، ونرجع لكم باش نكملوا طريقه التحضير. هنا بعد ما طاب اللحم تاعي لاصوص اللي طاب فيه اللحم تاعي خليتها في المقله. هنا عندي نصف عصير تاع حبه تاع الليمون، حوالي نص كاس ضفتو لا ماريناد اللي كان فيه اللحم. ومن بعد نخلطها مليح في المقله، نحاول نحي كامل هذوك الجوانب اللي طاب فيها اللحم، راح يعطي لهم بنه لاصوص. هنا عندي حوالي 100 غرام تاع لو فرomاج بلون، نضيفوا لهذيك لاصوص، نحاول نذوب كامل هذاك لو فرomاج تاعي. ومن بعد نضيف كاس تاع الحليب، ونخلط كامل هذاك الحليب مع لو فرomاج. هاد الكريمه تاع البرتقال تجي بزاف بنينه، جربوها ما رايحش تندموا.
نضيف شويه تاع جبن الشيدر فقط يعطي لها ذوق، تقدروا تستغناو عليه ماشي شرط تضيفوه. ومن بعد نخلط كامل كلش، ونخلي لاصوص تاعي طيب غير بالعقل، ونرجع لكم فيما بعد باش نكملوا طريقه التحضير. هنا عندي 3 حبيبات تاع بطاطا، قشرتهم وغسلتهم، قطعتهم كما راكم تشوفوا شرائح يكونوا طوال. ومن بعد نجيب بابي ابسوربون نحط فيه البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيد نحط الورق الثاني من الفوق، نحاول نشف كامل هذيك البطاطا من الماء تاعها، لازم تنشفوها مليح من الماء تاعها كما راكم تشوفوا. ومن بعد نحطها في لو ريسيبيون بعد ما نشفتها مليح. ومن بعد نضيف لها شويه تاع الكركم، شويه فلفل الكحل، ونضيف لها شويه تاع الملح حسب الذوق. ونضيف ملعقه كبيره تاع الفرينه. هاد الملعقه تاع لافارين راح تخلي البطاطا تاعكم كي تطيب تجيكم كروستيونت. ونضيف ملعقه صغيره تاع بابريكا، ونخلط كامل هذيك لا ماريناد مع البطاطا تاعي. كما قلت لكم هاد الملعقه تاع لافارين راح تعطي لكم البطاطا تاعكم كروستيونت وتجيكم بنينه. جربوا هاد الطريقه راح تعجبكم. ونجوزو باش نقليو البطاطا تاعنا. حطيت الزيت على النار يسخن في المقله، كي يسخن نضيف البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا. جربوا هاد الطريقه تاع البطاطا راح تعجبكم. كما قلت لكم البطاطا تاعكم راح تجيكم كروستيون، وهذيك التتبيله اللي درنا للبطاطا راح تحطي لها البنه والذوق. نحاولوا نبدلوا شويه على لي فريت نورمال. ونخلي البطاطا تاعي تتقلى حتى تحمر ونحيها. هنا بعد ما طابت لاصوص تاعي كما راكم تشوفوا نضيف هذاك اللحم لاصوص تاعي باش ياخذ البنه تاع لاصوص. ونضيف هذوك لي سوك تاع اللحم تاعي باش يعطي لهم البنه. ونخلي اللحم تاعي تشرب هذيك البنه تاع لاصوص حوالي دقيقه، ونشوفوها جاهزه في طبق تقديم. اذا حبابي هذا هو الطبق اللي حضرناه مع بعض وزيناه. شوفوا كيفاش جا. دوك نوري لكم كريمه تاع البرتقال كيفاش جات واحد البنه ما نحكي لكمش. شوفوا كيفاش جات هذيك لاكريم. هاد الكريمه تقدروا ترفقوا بها بزاف المشاوي تاعكم ولا اللحوم ولا الدجاج. جربوها راح تعجبكم باذن الله. واللحم تاعنا دوك تشوفوا كيفاش جا. يتقطع بكل سهوله. شوفوا اللحم كيفاش جا بزاف طري وبنين. وهذيك البطاطا هذيك التتبيله اللي درنا لها جات بزاف بنينه. كما قلت لكم هذيك المغرف تاع لافارين راح تخلي البطاطا تاعكم تجيكم كروستيونت. كما راكم تشوفوا البطاطا تجي كروستيونت من برا وتجي طريه من داخل. نتمنى تعجبكم لا غوسيت وتبارطاجيوها مع احبابكم لتصل الى عدد كبير من المشاهدات. ما تنساش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.